السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وهذه المرة ان شاء الله هو واحد الحلوة اللي هي بسيطة وان شاء الله تعجبكم. كيف ما وعدتكم، هذه حلوة ديال رأس السنة انا وجدتها من قبل باش ان شاء الله تكون موجودة واي واحد يحب يجربها. فهذا غيكون شرف ليا. بلا ما نطول عليكم، نمشيو ونشوفوا المقادير ونشوفوا الطريقه ديال التحضير، وكما قلت نتمنى تكون عند حسن الظن ديالكم. على بركه الله. المقادير اللي غنحتاجو لهاد الجينواز هذا، عندي هنايا 8 ديال البيضات، عندي كاس ونص ديال السنيده، وعندي جوج كيسان ونص ديال الدقيق المنتج من نوع جيد، وهنايا كنعبر كيسان ديال العلبه، عندي واحد الساشي ديال الفاني، وعندي واحد الساشيه ديال الخميره كيماويه. نمشيو على بركه الله الطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هي هذا البيض هذا، غادي نهرسو هنا. من بعد ما هرسنا البيض، دابا غادي نضيف السنيده اللي عندي، وغادي نضيف هاد الساشيه ديال الفاني. غادي نطرب مزيان، نطرب بكهربائي حتى تولي عندي واحد واحد الخيمه، يعني رغوه وجيده. ونتلاقاو ان شاء الله. هنايا من بعد ما طلعنا ديك البيض السنيده ديالنا، نتوما كتشوفوا كيولي كريمي لواحد الدرجه، يعني غادي لا كريم. دابا ان شاء الله غادي ناخذ الدقيق ديالنا مع الخميره الكيماويه، وغنبداو نضيفهم شويه بشويه ونخلطو بالسباتول، ولا هاد السباتول الخشبيه اللي انا مستعملاها. كنضيفو غير بشويه بشويه، كنغربلو الدقيق باش ميبقاوش هادوك الكذوبات. كنغربلو بشويه ونضيف عليه خميره كيماويه ونقلب من التحت للفوق، وغنبقى مستمره بحال هكا حتى نكمل كاع الدقيق اللي عندي، وغير بشويه باش ما تهبطش لينا. كنخلطو بحال هكا غير بشويه باش ما تهبطش لينا.
ونطلعها مزيان. انا هنايا درت الطبقه الاولى ديال لاكريمه ديالي، غادي ندير الجينواز الثاني. هانتوما من بعد ما وضعت عليها الجينواز الثانيه بديت كندهن. وانا ما طقتش في الفيديو، سمحوا لي. انا دابا غادي نحاول نغطيها كامله بهاد لاكريم هادي وندخلوها للثلاجه تتشدها مزيان، حيت غنصايبو واحد الكلاصاج باش غادي نزينوها. خصها تشد راسها مزيان. غنحاول نقادها مزيان، نقاد ليها الوجه ديالها. احنا رجعنا من بعد ما مونطينا الكيك ديالنا. ها كيفاش جات. انا خديت هنا دوك البقايا اللي كانوا شاطوا ليا من هاد الجينواز هذا، هو باش غنزين الجناب ديالو. انا غنوريكم كيفاش غندير ليها. غنزينها بحال هكا، نثبتهم في الجوانب ديالها. غنزينو به الحلوه ديالنا. انا غادي نعطيكم المقادير اللي غادي نحتاجو. عندي هنا 4 الوراق ديال لا جيلاتين، انا ديجا مرقداهم في الماء باش يطابو. كاس ديال القشطه السائله، وعندي هنا نص كاس ديال الماء، وعندي كاس مع عمر ديال السنيده يعني السكر الخشن، وعندي هنا 75 غرام ديال بودره الكاكاو المور. نمشيو على بركه الله للطريقه اللي غادي نوجدوا بها هذا الكلاصاج هذا. اول حاجه غنبداو بها هي ناخذ واحد الانيه
غنوضع فيها، انا تنجنب هذه باش تسمعوني باش تشوفوني عفوا اش كندير. غنوضع فيها هاد نص كاس ديال الماء، وغادي نضيف عليه هاد الكاس ديال السنيده. هذا غنوضعوه على النار حتى تطلع معاه الغليه. بالنسبه للقشده انا غناخذ واحد الانيه اخرى وغنكبها فيها بحال هكا، وغادي نديرها حتى هي باش تغلى. هانتوما هنايا من بعد ما طلعت ليا الغليه بحال هكا، درت القشده حتى هي انها تدفى. دابا ملي سخنات ليا غادي نضيفها على هاد الماء والسكر اللي كنا درنا هنايا. وقبل ما نضيف هذه غادي نوضع بودره الكاكاو المر. انا هنايا كما كتشوفوا طفيت على السيرو ديالي. دابا غادي نوضع فيه هاد بودره الكاكاو من بعد ما تغربلات، حيت راكم عارفين كيكونوا فيها دوك الحبيبات باش ما تصعبش علينا اننا نمزجوا هاد العناصر مع بعضها. ضروري ما ندوزوها في الغربال. غنخلط هاد العناصر مزيان مع بعضها بحال هكا. كما كتشوفوا معايا هانتوما. دابا غادي نضيف القشطه الطريه اللي انا طفيت عليها، وغادي نمزج هاد العناصر مزيان مع بعضها بحال هكا كما كتشوفوا معايا. دابا غناخذ الوريقات ديال لا جيلاتين اللي انايا رقدتهم في الماء، نعصرهم مزيان بحال هكا كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه، ما نخليش فيهم الماء. وغادي نضيفهم على باقي العناصر بحال هكا مزيان، نعصرهم من الماء. وغادي نمزج العناصر حتى يذوبوا ليا هاد الوريقات هادو مع هاد العناصر هادي. ومن طبيعه الحال غادي نصفيوه في الاخر باش نتفاداو اي حاجه ما دابتش اولا ما تخلطاتش معاهم، وغيولي عندنا واحد الكلاصاج اللي هو خالي من النواشب اولا شي حاجه ما دابتش. ها هو دا الكلاصاج ديالي وجد معايا، ما غاديش نحرك بزاف باش ما تكونوش لي هاد الفقاعات هادو. دابا غادي نوضعو في واحد الانيه وغادي نغطيه بابي اليمونتير، وغادي نخليه يوصل لدرجه الحراره ديالو توصل حتى 30، وديك الساعه ان شاء الله نزينو به لي كيك ديالنا. هذا هو الكلاصاج ديالي من بعد ما برد وخدا درجه الحراره اللي هي 30 كما قلت لكم. دابا غادي نزين به الحلوه ديالي، وغادي نحاول نضيف غير بشويه حيت انا